أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. احنا بقالنا حوالي أسبوع بنتكلم على شخص واحد، وكل فيديوهاتنا بتدور حواليه، وهو الجاهل معاذ عليان، اللي ياما أهان وياما غلط وياما شتم وياما عمل حاجات كتير مش مقبولة وبدأ يتطاول بشكل كبير على آباء الكنيسة وعلى الكتاب المقدس، وقبل كده على العذراء وعلى السيد المسيح، على الأساقفة، على الكهنة، على زوجاتهم. أول امبارح كان تطاول على البابا شنودة وقال إن هو مهرطق، وكان بيقول كلام غلط، وقال إن هو شهد إن الله ثلاثة، وإن الله ظهر كتلت آلهة لإبراهيم. فطبعا كذاب، بيهين الناس، بيغلط في الناس، وهو بس منتحل صفة العالم، وهو لا يفقه شيء حتى يعني عن ديانته. هو لا يفقه شيء في أي شيء، هو بس حافظ كلمتين، معاه شوية فريق إعداد يجهزوله شوية أسئلة ملهمش 30 لازمة، إجاباتهم عيل صغير يجي يجاوب عليها، وفاضل إن هو يعني ينزل في الشوارع ويسأل الناس. لكن أنا أتمنى إن هو يعمل كده وينزل يقابل الناس فيس تو فيس كده، وش لوش، ويتكلم معاهم علشان ياخد الإجابات المظبوطة. ولكن أسئلة التليفونات ونقاشات وحوارات التليفونات دي لا تجدي ولا بتقدم ولا بتأخر. احنا قبل كده اتكلمنا على ان عمرو اديب اتكلم وعلق على الشخص ده، وقال ان هو جاهل ولا يفقه شيء عن اي شيء، وحذره وقال له ابعد عن المسيحيين عشان انت لا قدهم ولا قد صلواتهم. ما كانش بيهدده، ولكن كان بالخبرة اللي فاتت واللي الناس خدتها عن المسيحيين. المسيحيين ما بينتقموش من حد، ولكن المسيحيين بيصلوا. أنتم تعلمون أن الصلاة في المسيحية هي كل شيء. أنتم تعرفون جيدا أن اللي نقل جبل المقطم هو الصوم والصلاة. الصوم والصلاة يعملوا كل حاجة. عشان كده المسيحيين معتمدين عليهم في كل مشكلة. البابا شنود الله ينيح نفسه لما كان بتحصل مشكلة كان بيفرض صوم وصلاة على الكنيسة 3 أيام أو 5 أيام. وانتوا عارفين كان بيحصل ايه بعدها؟ البلد بتتقلب، البلد كلها بتتقلب. عايز اقول ان بعد اما عمرو اديب اتكلم عن معاذ عليان وعن اللي هو بيعمله، ولما بدأ يحذره ان هو يبعد عن المسيحيين عشان هو لا قدهم ولا قد صلواتهم، بعدها بحوالي 5 أيام اتكلم ابراهيم عيسى في نفس النقطة، ولكن بصيغة مختلفة. يعني برضو كان بيتكلم معاه في نفس نقطة: يا ابني يعني اكسب حياتك وعيش وابعد عن المسيحيين، مش هيموتوك ولا هيكلموك ولا هيمارسوا معاك عنف ولا هيضطهدوك ولا هيستقصدوك، ولكن هيصلوا. ولو صلوا علشانك وعشان مشكلتك دي وعشان اللي انت بتعمله، انت فعلا يعني هتقول يا ريت اموت دلوقتي من اللي انت هتشوفه. فانا عايز ابلغك رسالة. ده يعني ابراهيم عيسى بيقول انا عايز ابلغك رسالة، بيبلغ معاذ عريان ده. بيقول له زمان من حوالي 13 سنة تقريبا حصلت انفجار كنيسة القديسين في اسكندرية، وكان أشلاء هنا وأشلاء هنا والدنيا باظت. يعني كان يوم اسود على البلد كلها، وكان في تباطؤ كبير من الرئيس الراحل. فطبعا الكنيسة ما كان بإيديها شيء غير إن هي تصلي، وفرضوا صلاة 3 أيام. أنا عايز أقول لك بقى، هم أول لما صلوا 3 أيام مش بس الكنيسة بدأت تهدى أو الدولة بدأت ترجع حق المسيحيين، لا، مش عايز أقول لك كده. أنا لو قلت لك كده بقى كداب. البلد كلها انقلبت، الحكومة كلها اتشالت، رئيس البلد نفسه مشي، البلد قعدت في مظاهرات وفي اضطراب لمدة سنة. يعني صلواتهم 3 أيام ربكت البلد بحالها، ودي مش جديد عنهم.
فعلا الفترة اللي بيصلوا فيها، او البابا يروح الدير. لما كنا نقول البابا يروح الدير هيصلي علشان في مشكلة، كنا بنعرف ان في كارثة هتحصل. او لما يحصل مشكلة والبابا شنودة يعلن ان هو رايح الدير علشان يعتكف هناك ويصلي، كنا بنعرف ان هيحصل مصيبة. صلواتهم كانت بتهد الدنيا. فانت تتخيل ان انت اقوى من البلد؟ اذا كان البلد نفسها لما هم صلوا 3 ايام، ولما صلوا بعد مشكلة حادثة القديسين البلد كلها انقلبت، هيجي واحد زيك انت ياخد في ايدهم غلوة؟ ده يا ابني ده لو فرضوا صلاة ساعة واحدة انت هتلحس التراب. انت مش هيكون فيك طوبة على طوبة، انت هتتهد كلك على بعضك. علشان كده اعقل وامسك عقلك، علشان انت زودتها. وعلشان هم حتى الآن مش عايزين يصلوا ولا ياخدوا موقف، هم سايبينك تهوهو مع نفسك. يعني هم سايبينك عمال تهبهب كده وتقول كلمة يمين وكلمة شمال وتعمل موقف مع ده، والأنبا بنيامين وابونا مش عارف لقى ايه ومراته والبابا شنودة، والحق ده الأنبا أغاصن، والحق ده ابونا أنجيلوس، وانت عمال تلف حوالين نفسك. والمشكلة ان انت يعني اجبن من ان انت تقعد مع واحد فيهم وتناقشه وجها لوجه. ليه؟ هيمسح بيك الارض. ليه؟ مش عشان انت غلط ولا عشان هو صح، عشان انت جاهل. يعني عشان انت جاهل. انت جايز تكون يعني مثلا جايز 2 قاعدين قدام بعض، واحد غلط وواحد صح، لكن الغلط فاهم بيعرف يتكلم لبق، الصح جاهل ما يعرفش حاجة. فتطلع من القعدة دي ان الغلط هو اللي بقى في نظر الناس صح، والصح هو اللي بقى في نظر الناس غلط. ليه؟ لان هو جاهل ما بيعرفش يتكلم، بيعرفش يعمل حاجة، هو بس بيعرف يلقح على الناس، لكن لما يقعد قدامهم وش الوش ما يعرفش يتكلم. هو ده انت هتبقى كده. انت لو قعدت قدام كاهن ولا قعدت قدام مطران، لو قعدت قدام الأنبا بنيامين اللي انت قلت ان هو جري وهرب منك، هيمسح بيك الارض، هيخليك ما تسواش حاجة لا قدام الناس ولا قدام نفسك، هيمسح بيك الارض. الراجل ده يعني عنده حاجة و70 سنة، ومترهبن وهو عنده تقريبا 25 سنة، اسقف من هو عنده 29 سنة. يعني السادات نفسه كان بيقول له اهلا بالمطران بتاعنا وهو صغير لسه عنده 30 سنة ولا 32 سنة. يعني راجل مخضرم جدا جدا، وراجل علامة، وراجل صاحب علم كبير. يجي واحد زيك انت يتريق ان هو قفل السكة. طب ما لازم يقفل السكة. هو فيك يا ابني في مناقشات في الاديان في التليفونات؟ مفيش. كل اللي عايز اقوله لك ارجع لنفسك وابعد عنهم، واتقي شر صلواتهم، اتقي شر صلواتهم. انا مش هقولك تاني علشان انا كلمتك قبل كده واكتر من حد اتكلم معاك، وانت ودن من طين وودن من عجين، وشايف ان اللي انت بتعمله هو الصح، وان اللي انت بتعمله ده هو اللي هيجيب النتيجة، وان انت اللي بتعمله ده هو اللي يرفع راية الاسلام، وان اللي انت بتعمله ده هو اللي يثبت ان المسيحية ديانة مفبركة، وان اللي انت بتعمله ده هو اللي يثبت ان الكنائس دي كلها مبنية على ايمان باطل، وان كل اللي انت بتعمله ده يثبت ان المسيح هو نبي مش اله، وان الناس لازم يعني تسخر من نفسها وتتكسف من نفسها ان هي تقول احنا بناكل جسد الاله ودمه، والاله في الصينية، واللي انت بتقعد تعمله في الفيديوهات بتاعتك. الحاجات دي كلها لا هتقدم ولا هتأخر، ولا هتخليهم يتراجعوا عن ايمانهم، ولا هتكسبك انت حاجة. انت بتنفخ في قرب مخرومة. الناس دي قعدت سنين ومئات السنين بل آلاف السنين وهم بيضطهدوا، ولحد النهاردة أعلى نسبة يعني ديانة في العالم هي المسيحية. أعلى نسبة ديانة في العالم كله المسيحية. بعد كل اللي حصل ده طبعا. ليه؟ لأنهم كانوا بيقولوا مرحبا بالاستشهاد، أهلا تعالى. ده لما كانوا حد يروح يموت المسيحيين وناس ما حضرتش الاستشهاد تجري تروح للناس اللي هتموتهم تقول لهم احنا هنا اهو، احنا ما موتناش، انتوا ما موتوناش لسه، احنا كنا في الشغل، احنا كنا في الغيط. يقولوا لهم لا ده
السيوف بتاعنا غسلناها، السيوف بتاعنا تلمت. طب اتفضل الفاس بتاعي اهو، لا ما تلمش، موتني اتفضل على اسم المسيح. فانت مفكر ان انت ممكن تثني دول عن ايمانهم؟ تبقى انت يعني ابسط حاجة ممكن اقولها لك عيل اهبل. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.